السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الباترن الثالث من الديزاين باترنز اللي معانا، اللي هو الابستراكت فاكتوري. طيب ايه هو الابستراكت فاكتوري؟ لو احنا جينا بصينا للديفينيشن بتاعه بيقول a creational design pattern that provides an interface for creating families of related objects without specifying their concrete class. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان الابستراكت فاكتوري هو عباره عن كرييشنال ديزاين باترن، واحنا قلنا ان الكرييشنال ديزاين باترن نوع من الثلاث انواع اللي في الديزاين باترنز، اللي هو مسؤول عن تنظيم عمليه الكرييت نيو انستنس او انشاء الكائنات. طيب هنا بيقول لك ان الابستراكت فاكتوري بقى ايه؟ that provides an interface for creating families of related objects. هو بيديني انترفيس، الانترفيس ده بيبقى موجود فيه بعض الاوبجكتس اللي هم مرتبطين ببعض، عيله من الاوبجكتس مع بعض. اما اجي اعمل لوجيك موجود عندي، المفروض ان الانستنسز دي بتنشأ مع بعض عشان خاطر تطلع اللوجيك بتاعي او البيزنس بتاعي. طيب عشان خاطر نفهمها اكتر، لو احنا جينا بصينا للكلاينت اللي موجود عندي، بيجي مثلا يطلب خدمه زي ما احنا عارفين، ده لوجيستيك سيستم اللي هو طرق الشحن، في موتور وفي تراك وفي بايك في ايربلين وفي طرق كتير زي ما احنا شفنا في الفاكتوري والسمبل فاكتوري. طيب هنا انا عندي كان في الفاكتوري ميثود كان عندنا اللي هو كرييت ترانسبورت، بس كان عندنا ابستراكت ميثود وابستراكت كلاس. الابستراكت ميثود اللي موجود عندي كان اي تايب من التايبس اللي موجود عندي بينهرت من الابستراكت كلاس، ويجي في الكرييت ترانسبورت ينشئ النيو انستنس الخاصه بيه بالطريقه الخاصه بيه، عشان خاطر لو هو عنده بارامترز مختلفه وعنده فاليوز مختلفه بينشئ بالطريقه الخاصه بيه. طيب ايه اللي طلعني بقى من الفاكتوري ميثود للابستراكت فاكتوري؟ ايه المشكله اللي حصلت معايا، او ايه البيزنس اللي زاد عندي خلاني قلت لا ده الفاكتوري ميثود مش تنفعني، الابستراكت فاكتوري هي الانسب في الوقت ده. اما جه قال لي البيزنس واحنا بننشئ الترانسبورت بتاعي اللي هو البايك او الموتور او غيره، انا عاوز الدوكيمنت كمان بتاعت كل طيب منهم. يعني مثلا البايك عنده دوكيمنت اللي هو الديجيتال ريسيت، بيبعت ريسيت ديجيتال. الموتور مثلا بيبعت بيبر مثلا ريسيت، بياخد الريسيت نفسه بياخده عن طريق ورقه مثلا. طيب مثلا التراك بياخد اوفيشال ريسيت. ففي انواع عندي من الريسيتس اللي موجوده لكل طيب. فاصبح عندي هنا ان انا وانا بنشئ اي طيب منهم محتاج الريسيت الخاصه بيه. اصبح عندي حاجه هنا اللي هي فاميليز اوف ريليتد اوبجكتس، ما بقاش هو حاجه واحده هنشئها او نيو انستنس واحد هنشئه، لا ده بقى هم كذا اوبجكت محتاج انشئهم عشان نحقق اللوجيك بتاعي. فعشان خاطر نفهمها بشكل اكبر، لو احنا جينا بصينا هنا الفرق بين الابستراكت فاكتوري والفاكتوري ميثود عشان توضح معانا ليه احنا بنطلع بالمشكله ستيب باي ستيب، او وصلنا من السيمبل للفاكتوري وبعد كده وصلنا للابستراكت فاكتوري. لو انا جيت بصيت هنا على اللوجيستيك ده الابستراكت كلاس، دي الطريقه الخاصه بالفاكتوري ميثود. فانا جه عندي هنا كذا ابستراكت ميثود، في عندي الكرييت ترانسبورت، في الكرييت دوكيمنت، وفي كرييت تراكر. فبقى في عندي كذا ابستراكت ميثود. الكذا ابستراكت ميثود دول محتاج ان انا اعمل نيو انستنس منهم كلهم مع بعض عشان احقق اللوجيك بتاعي. تمام. فهنا لما جيت قلت رود لوجيستيك وعمل انهيرت من اللوجيستيك كلاس اللي هو الابستراكت كلاس، فجي يعمل الانستنس بتاعي هنا، فطلب منه ان هو الكرييت ترانسبورت. قال له ده انا عندي في الكرييت ترانسبورت بس في عندي بايك وفي موتور وفي تراك، ففي تايبس جوه التايب الاساسي كمان. فاصبح عندي هنا الرود لوجيستيك ده ما بقاش مسؤول عن ان هو ينشئ نيو انستنس لتايب معين، بقى في تايب وجوه التايب وانا بنشئ في لوجيك بيتنفذ ان هو لو الباكج ويت اقل من 3 روح انشئ لي من البايك، لو الباكج ويت اقل من 10 روح النيو موتور. فاصبح عندي الكلاس هنا كبير جدا، وبقى فيه كل تايب منهم او كل انستنس منهم تحته تايبس ثانيه. ففي الحاله دي الفاكتوري ميثود هو مش احسن حاجه للوقت اللي انا موجود فيه او الطريقه اللي انا موجود فيها او البيزنس الحالي. فايه اللي يحصل بقى؟ انا هنا اجي استخدم الابستراكت فاكتوري، بما ان قلنا ان الابستراكت فاكتوري مسؤول عن فاميليز اوف ريليتد اوبجكت، فدول ريليتد اوبجكت مع بعض المفروض ان انا اقدم لهم انترفيس زي اللي موجود عندي في اي لوجيستيك فاكتوري. قدمت لهم الانترفيس، والانترفيس فيه كل الاوبجكتس اللي انا محتاج اعمل لها كرييت مع بعض عشان احقق البيزنس بتاعي.
فجه هنا بايك لوجيستيك فاكتوري. البايك لوجيستيك فاكتوري عمل امبلمنت الانترفيس اللي هو اي لوجيستيك فاكتوري، وخد منه نيو انستنس نيو بايك وعمل نيو ديجيتال ريسيت. طب لو جالي مثلا حاجه زي مثلا موتور، هيقول نيو موتور ونيو بيبر ريسيت. فانا هنا فصلت وخليت كل تايب عندي بايك موتور تراك البلين، كل تايب عندي بقى فيه الفاميليز اوف ريليتد كلهم بننشئهم مع بعض عشان خاطر يحقق لي اللوجيك بتاعي مع بعض. فهو ده الفرق اللي حصل بين الفاكتوري ميثود والابستراكت فاكتوري، وطلعنا ستيب باي ستيب من مشكله لمشكله عشان خاطر نعرف الفروقات بينهم. فعشان خاطر توضح معانا خلينا برضو نشوف الكود اللي معانا عشان تفهمها بشكل عملي. طيب انا عندي هنا في عندي 4 فولدرات، في الدوكيومنتس وفي الفاكتوريز وفي تراكس وفي ترانسبورت. طيب خلينا نبدا بالترانسبورت نشوف ايه وسائل الشحن اللي موجوده معانا. فهاجي اول حاجه اقول له اي ترانسبورت. طيب خلينا هنا هذا اي ترانسبورت بابليك، واجي اقول له هنا void delivery. طيب جميل جدا. اجي بعد كده عندي اللي هو البايك. طيب البايك هنا هيمبلمنت الاي ترانسبورت اللي هنا بابليك. هنا البايك لو انا جيت هنا خدت الميثود دي تمام، فعملت امبلمنت للدليفري وقلت له دليفري باي بايك. هاجي بعد كده عندي في الموتور برضه هيمبلمنت الاي ترانسبورت، ويجي يكتب عندي دليفري باي موتور. طيب تمام. هيجي بعد كده عندي اللي هو التراك، اي ترانسبورت اللي ده بابليك. هنا تقول له اي ترانسبورت. جميل جدا، وهي جاب لي الامبلمنت بتاعتي وعمل لي كونسول رايت لاين ديليفرنج باي تراك. طيب جميل جدا. هاجي بعد كده للدوكيومنتس اللي موجوده عندي. اول حاجه اعملها الاي ريسيت. الاي ريسيت هيبقى فيه عندي اللي هو البرنت. طيب جميل جدا لحد هنا. عندي الريسيت اللي هو هيبرنت الريسيت بتاعي ان كان هو بيبر ريسيت او ان هو الديجيتال ريسيت او الاوفيشال ريسيت. معلش بابليك انترفيس اي ريسيت. فهاجي هنا هحط الانواع بتاعتي اللي هو ديجيتال ريسيت، هي امبلمنت الاي ريسيت ويكتب لي اللوجيك جوه اللي هو برينتنج ديجيتال ريسيت. طيب جميل جدا لحد هنا. هاجي بعد كده هقول له اد نيو ايتم، وبعد كده الاوفيشال ريسيت برضه هيمبلمنت من الاي ريسيت وهيكتب اللوجيك بتاع الديجيتال ريسيت. بقى كل حاجه عندي فيها كذا تايب. في عندي بعد كده اللي هو بيبر ريسيت هيمبلمنت من اي ريسيت، وبعد كده يكتب اللوجيك بتاعها اللي هو برينتنج بيبر ريسيت. اجي بعد كده للتراكس. عندي كذا نوع من التراكس. اول حاجه الجي بي اس بايك تراك بايك تراكر. خلينا بس قبل ما نعمل الجي بي اس بايك تراكر خلينا نعمل الاي تراكر. الانترفيس اللي هو اي تراكر اقول له بابليك، واجي اقول له هنا فويد تراك، واخلي كل التراكس اللي عندي تعمل امبلمنت للاي تراكر. ده هنا الاي تراكر تمام جدا. هنا تراكنج جي بي اس تراكر تمام. هنا بعد كده هقول له في عندي حاجه اسمها رود كاميرا تراكر، اجي اقول له بابليك واقول له الاي تراكر واكتب اللوجيك بتاعها اللي هو تراكنج رود ويز كاميرا تراكر تمام. في عندي نوع تاني من التراكس اللي هو الساتلايت. اجي هنا امبلمنت من الاي تراكر برضو واكتب اللوجيك الخاص بيه. فبقى عندي هنا 3 من كل نوع. انا عندي البايك والموتور والتراك، وعندي التراكس عندي جي بي اس والرود كاميرا والساتلايت، وعندي هنا في الدوكيمنت برضو كذا ريسيت او كذا نوع من الريسيت.
هنا بقى هاجي في الفاكتوريز اعمل ايه؟ هاجي انشئ اول حاجه الانترفيس اللي احنا قلنا عليه اللي هو اي لوجيستيك فاكتوري. ده اللي هو الانترفيس اللي بيقدمه لي الابستراكت فاكتوري. باجي هنا اقول له اي ترانسبورت واقول له كرييت ترانسبورت، واجي بعد كده اقول له اي ريسيت واقول له كرييت ريسيت. بعد كده اقول له الاي تراكر كرييت تراكر. تمام. فبقى عندي كل تايب، كل ما اقول انا عاوز اشحن مثلا بالموتور او غيره لازم انشئ الثلاثه انستنسز دول للتايب اللي موجود عندي. فاجي هنا اقول له نيو هذا بايك لوجيستيك فاكتوري، واجي هنا اقول له اي لوجيستيك فاكتوري. طيب جميل. اجي بقى اعمل امبلمنت اي لوجيستيك فاكتوري. خلينا هنا نعمل يوزنج، هنا نيو بايك وهنا نيو جي بي اس تراكر. طيب جميل جدا لحد هنا. فانا كده عملت البايك فاكتوري. هاجي اعمل نفس النظام الموتور فاكتوري، ونفس الكلام هامبلمنت الاي لوجيستيك فاكتوري. اقول له بابليك، هو كتب لي الكود هنا نيو موتور. جميل. وهنا احنا قلنا هنا البايك في ديجيتال، هنا الموتور في البيبر ريسيت، وهنا الاي تراكر هنخليه مثلا الكاميرا رود كاميرا تراك. تمام. هاجي هنا بعد كده اعمل للتراك عندي برضو الفاكتور الخاص بيه لوجيستيك فاكتوري، واجي اعمل امبلمنت لنفس الاي لوجيستيك فاكتوري واكتب الكود الخاص بيه. طيب جميل جدا. هنا خلينا ناخد الكود من الموتور، هنا نفس الكود بدل ما نقعد نكتبه تاني. وهيبقى هنا عندي التراك، في عندي هنا الاوفيشال ريسيت، وفي عندي هنا الساتلايت تراك. فبقى عندي هنا كل الاي لوجيستيك فاكتوري حط كل الميثودز اللي انا محتاجها، او حط كل الريليتد اوبجكتس اللي انا محتاجها في مكان واحد. واي تايب هيجي عندي هيحتاج ينشئ اللوجيك بتاعه لازم هينشئ الانستنسز دي او الاوبجكتس دي مع بعض. طيب خلينا عشان خاطر نشوف برضو اللي بيحصل في البروجرام كلاس. انا عامل حاجه هنا في البروجرام كلاس، خلينا ناخدها كده كوبي بيست. هنيجي هنا يقول لي ان الاي لوجيستيك فاكتوري، وقال لي هنا فاكتوري، وقلت له لو الويت عندي اقل من او بيساوي 3 هنروح اعمل نيو انستنس من النيو بايك لوجيستيك فاكتوري. لو هو اكبر من الثلاثه واقل من ال10 او بيساوي ال10 هروح اعمل نيو انستنس من النيو موتور فاكتوري. طيب لو هو بقى اكبر من ال10 هروح استخدم التراك لوجيستيك فاكتوري. طيب ممتاز جدا لحد هنا. انا جهزت الفاكتوري بتاعي. انا محتاج عندي عشان خاطر اختار تايب معين منهم من الثلاثه تايبس دول، محتاج ان انا اعمل كرييت ترانسبورت وكرييت ريسيت وكرييت تراكر. لو انا جيت بصيت هنا خدت الترانسبورت والدوكيمنت والتراكر، قلت له ان الفاكتوري دوت كرييت ترانسبورت والفاكتوري دوت كرييت ريسيت والفاكتوري دوت كرييت تراكر. وبعد كده قلت له ترانسبورت دوت ديليفري والدوكيمنت دوت برنت والتراكر دوت تراك. لو انا جيت شغلت الابلكيشن بتاعي دلوقتي، هاجي هنا الاقي عندي يقول لي ان الاب تو 3 جيجا هياخد البايك والديجيتال ريسيت والجي بي اس. لو هو من 4 ل 10 هياخد الموتور البيبر ريسيت وهياخد الرود كاميرا تراكر. لو هو اكبر من ال10 هياخد التراك والاوفيشال ريسيت وهياخد السترايت تراك. لو انا جيت هنا قلت له مثلا انا عندي الويت 11، هيجي هنا يقول لي ديليفرنج باي تراك وبرنتنج اوفيشال ريسيت وهيعمل تراكنج ويز ساتلايت تراكر. فهو ده الابستراكت فاكتوري، ان احنا عندنا التايب بتاعنا او الانستنس بتتكون من ريليتد انستنس مرتبطين ببعض او عيله من الانستنس المرتبطين ببعض. اتمنى يكون الدرس واضح للناس،
وان شاء الله هسيب لكم الكود في الديسكربشن، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.